جربتوا قبل كده تاكلوا دوناتس بالجبنة؟ بصوا شكلها تحفة وطعمها أحلى وطعمها يجنن جدا. لازم تجربوا الاختراع ده. لو أول مرة تتفرجوا عليا، أنا اسمي سارة وتعالوا هوريكوا طريقة عمل الدوناتس بأسهل طريقة ممكن تتخيلوها. يلا بينا. هنحتاج 2.5 كوباية من الدقيق، 2 زبادي صغيرين، معلقتين كبار من المايونيز، ربع كوباية مية دافية، معلقتين كبار من اللبن بودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ذرة ملح، معلقتين صغيرين من الخميرة، ومعلقتين صغيرين من السكر. هننزل بالمكونات الجافة على الدقيق ما عدا السكر والخميرة. هنحطهم على ربع كوباية المية الدافية وهنقلبهم ونسيبهم على جنب عشان الخميرة تنشط ونتأكد ان الخميرة دي نوعها كويس، وهنركنها على جنب. بعد كده نزلنا بالزبادي والمايونيز على الدقيق. بصوا الخميرة كده بقت نشطة، وكده اتأكدنا ان الخميرة دي كويسة. هننزل بيها على الدقيق والمكونات التانية وهنقلبهم كويس قوي مع بعض. اهم خطوة هنا بقى العجن، لازم تخدموا العجينة دي في العجن جدا. عموما العجينة دي بيبقى فيها سنة تلزيق، حطوا شوية دقيق كده حلوين على الرخامة وابتدوا بقى اعجنوا فيها مدة طويلة شوية، مثلا وقت ربع ساعة كده. اعجنوها كويس قوي قوي قوي. هي عموما بتبقى ملزقة، حسيتوها ناشفة شوية زودوا مية، ملزقة قوي زيادة عن اللزوم زودوا دقيق لحد ما هتلم معاكم، ما تقلقوش. هاتوا بولة حطوا فيها معلقتين من الزيت كبار وانزلوا عليها بالعجينة وسيبوها تخمر. بصوا شكلها بعد ما خمرت. هننزل بقى، انا حطيت ورق زبده، مش شرط ان احنا نحط المعلقتين الزيت دول، ممكن نحط مكانهم احسن دقيق عشان العجينه ما تلزقش معاكم، لان هي العجينه دي بتبقى طريه. انا قسمتها كده علشان هعملها كور صغيره ونركنها على جنب ونغطيها. وبعد كده جهزت الجبنه بتاعتي، ميكس بقى جبن رومي على موتزاريلا على جبن سوري، وجهزت كمان شوكولاته، اي نوع شوكولاته تحبوه. انا هنا جهزت شوكولاته دارك وشوكولاته هيلث سبريد، انتوا حطوا نوتيلا، حطوا اي نوع. بنمسك كوره ونفردها كويس قوي ونحط عليها الجبن، وناخد كوره تانية جنبها نفردها كويس ونحطها عليها ونضغط عليها بكوبايه. الوش بتاع الكوبايه كده، اللي هو البق بتاع الكوبايه، نضغط عليها جامد هيطلع معانا دوناتس حلو قوي. بصوا شكلها، ركزوا كده فيها هتلاقوها سهله جدا. تطلع ميني دوناتس صغننه كده حلوه قوي. عملتها لكم كذا مره علشان تشوفوا الطريقه. انا هنا حطيت بقى شوكولاته، طبعا النوتيلا واي نوع شوكولاته تاني مكعبات هيفرق معاكم وهيبقى طعمه احلى كمان. ده شكلها. انا قعدت اعمل لكم كذا واحده عشان تشوفوا الطريقه كذا مره. وهنا حطيت الشوكولاته الهيلث سبريد، ممكن تحطوا زي ما قلت لكم اي نوع شوكولاته انتوا حابينه، طبعا في النوتيلا بتوديها في حته تانية خالص. بعد كده هجهز حاجة تانية خالص بحطها على وش الدوناتس اللي بالشوكولاتة. بجيب معلقتين من السكر البودر وبحط عليهم شوية قرفة صغيرين، وده اللي بقى بزين بيه الوش من فوق. بص عملت معايا كمية محترمة. بكون مسخنة زيت، ايوه بتتقلي في الزيت وما بتشربش زيت خالص، تحفة وما بتاخدش ثواني. خدوا بالكم وتفضلوا واقفين جنبها. بس هنطلعها وناخد اللي بالشوكولاتة هنحطها كده فيها، بتطلع تجنن. لازم لو بتعجبكم وصفاتي تقولولي ايه رأيكم في الكومنتات، ولازم الوصفة دي تجربوها. يلا باي باي.